في مباراة كانت تكون الأجمل لريال مدريد هذا الموسم، مباراة ولا أروع. ريال مدريد عمل كل شيء في الماتش هذا، تقريبا تقدم بالنتيجة 3-0 لحدود الدقيقة 70، وين ظهرت الفلسفة متاع كارلو أنشيلوتي، وقام بإخراج المدافع راؤول أسانسيو وتعويضه بالمدافع جاكوب. سيلتا فيغو يستغل التغيير هذا ويقلب النتيجة ويسجل 2 أهداف، هكا خلى اللقاء يصعب على ريال مدريد ويدخل الشك للاعبين بعد ما كان في طريق الصحيح والانتصار بأريحية قبل موقعة الكلاسيكو. مباراة ممتازة، مباراة كبيرة يثبت من خلالها التركي أردا جولر أنه يستحق مكان أساسي في تشكيلة ريال مدريد، بالإضافة إلى اللاعب كيليان مبابي اللي قدم مباراة ولا أجمل، توج من خلالها بثنائية 2 أهداف في هذا اللقاء. انتصار مهم، انتصار كان ينجم يتفاداه الريال مدريد، انتصار بصعوبة صعب على روحه الريال مدريد الماتش بقيادة كارلو أنشيلوتي، لكن الأهم هما 3 نقاط تخلي ديما ينافس على التتويج بالدوري الإسباني بفارق 4 نقاط على المتصدر برشلونة قبل لقاء الكلاسيكو في الجولة القادمة. لقاء المهم تقريبا لقاء الدوري إذا يحب ريال مدريد يواصل في المنافسة على لقب الدوري، ما عنده حتى خيار سوى الانتصار في الكلاسيكو باش يبقي حظوظه ديما وافرة قبل 3 جولات من نهاية الدوري. فلننتظر ماذا سيحدث في الجولة القادمة. هلا مدريد!